صباحكم مشرق بنور الله. يلا كده فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو بتاعنا النهارده مختلف وسهل. من اكتر الفيديوهات اللي بحبها المخبوزات او المعجنات زي ما بنقول. فيومنا النهارده حلو ومشرق كده بنور الله. هنسمي الله اهم حاجه ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجه كده فتحت الكاميرا معاكم على طول بعد ما شطبت المطبخ بتاعي. يعني انا كده بص بعد ما غسلت المواعين وطلع عيني النهارده، ومعايا اياد واحنا لوحدنا في الشقه، وما شاء الله اللي اعمله يبوظوا لي تاني. يعني عامله بصي زي الساقيه كده، اللي خلصوا من هنا يبوظوا لي من هنا. يلا المهم كده ندخل على العجين الاول علشان ما اضيعش وقت واطول عليكم. معايا الاول كده 2 كيلو من الدقيق، ومعايا كاتشب، ومعايا كمان زيتون. بس كده. النهارده بقى مش هستخدم العجان ولا حاجه، حاسه ان كده اسهل لي لان العجان عندي بياخد كيلو من الدقيق بس. فالنهارده هعمل 2 كيلو من الدقيق، فعاوزه قوام او كيلو ونص، مش هعمل 2 كيلو كمان. هفضي كده الدقيق بتاعي الاول. ده النوع اللي انا مستخدماه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما تبداي في اي حاجه سمي الله. مش هنخله النهارده لان الاكياس دي بتبقى نظيفه يعني، لكن لو انت جايباه سايب يعني يفضل ان انت تنخليه الاول. نعم يا يويو. كلهم عاملين ايه؟ بصي كيلو ونص كفايه. معايا كمان ميه دافيه يا دوبك كنت مولعه عليها. بصي لا هي كده سخنت مني، هدفيها بس. حلوه قوي كده. بعد ما وريتكم وتعبت في الاخر لقيت الكاميرا فاصله، معلش بقى. المهم ان انا قلت لكم يعني هو كيلو دي بياخد 3 كوبايات من السوائل لو انت مش حاطه زبادي. فهنا بناء ان انا مش حاطه زبادي اخدوا معايا 3 كوبايات بالكوبايات المعياريه. الكيلو ونص اهوت عجنتهم، وبعد ما تلمي معايا شرحت لكم كتير قوي ان هو في ثواني هيتلم ومش هيجرى اي حاجه في اللم بتاعه. بعد كده هحط بقى يعني زي ربع كوبايه زيت اهو، ربع كوبايه زيت، وهبدا بقى الم بيها العجينه. انتي الزيت مش بتحطيه هنا غير بعد ما خلاص العجينه بتاعتك بتتلم وتلاقيها سايبه من ايديكي، تبداي بقى ايه تحطي. شايفين اهي تلمي كده لجوه. بصي بتاخدي من بره لجوه كده بالشكل ده اهي. العجينه ما شاء الله عليها كويسه قوي. خلاص كده الميه مش هستخدمها بقى. هنزل بقى بالعجينه بتاعتي اكملها هنا. ده اياد كان عامل لكم فقره وكان عمال يقول لكم باي وكان مهيصكم في الفيديو. مش بقول لكم انا وهو لوحدينا لما بقت زي الفل كده. العجينه بتاعتي بقى لا بتتساب تخمر ولا حاجه، هو بس بعد ما بعملها كور هسيبها ترتاح شويه. اغسل ايدي كده وارجع لكم تاني. حطيت هنا كده على المفرش طبعا اللي انا هعمل عليه الكور اهي. حطيت زيت، اخدها اسهل لي. تبداي بقى تعمليها الكور اللي انت عاوزاها او المقاس اللي انت عاوزاه او على حسب الجريل بتاعك او الطاسه اللي انت هتعملي عليها. فانا المقاس ده كده حلو قوي. بعد ما خلصتهم كده بالشكل ده هتبداي بالزيت. بصي عشان وشها ما ينشفش كده. استخدمي الزيت وانت بتعملي الكور اهو. اغطيها كده وبعد كده احط عليها فوطه المطبخ بقى بالشكل ده. هنا بقى اقدر اقول لك سيبيه يرتاح، لكن قبل ما تعمليه كور ما تسيبوش يرتاح ولا حاجه. يلا بينا بقى نعمل الحشوه، هنشوف هنعملوها ازاي. تعالي كده نقرب علشان يعني المقادير ما تطوفش مننا ولا حاجه. يلا بينا. اول حاجه معايا الزيتون بغسله كويس واحطه في ميه زي ما انتم شايفين كده علشان لو حادق ولا حاجه ما يبوظليش الوصفه بتاعتي. بعد كده معايا بصل، معايا كيلو من اللحمه، حوالي يعني نص كيلو من البصل هحطه عليه. يعني الكيلو هياخد نص كيلو من البصل. هقطعه بقى يعني لو ما عندكيش كبه يعني قطع صغيره على قد ما تقدري صغريها، او في الكبه افرميها فرم ناعم بالشكل كده. بعد ما فرمتها كويس قوي هحطها في اي بولة موجودة عندي، يعني هحط كله في البولة دلوقتي. وعندي كمان فلفل، عندك فلفل الوان او فلفل اخضر على حسب ما انت حابة بقى. لو عاوزة يعني تحرقيها شوية حطي كمان فلفل حار. انا عندي واحد حار لونه احمر حطيته. هضربه كمان في الكبة ونعميه، يعني نعميه كويس قوي. اهم حاجتين خلصتهم البصل والفلفل.
بعد كده كله يهون بقى. هقطع الخضرة على ايدي وهقطع كمان الطماطم. مش عاوزة القلب بتاع الطماطم، لا انا عاوزة اللحم بس. هقطعه زي ما انتم شايفين كده. حاولي على قد ما تقدري صغريها، ما تخليهاش كبيرة. كله بقى بيتحط على بعضه. سهل قوي يمنى، يعني خفيف وسهل. هي مشكلتي الوحيدة الوقفة. فعلا وجع لي ظهري قوي، يعني تعبت من الوقفة، لكن كله ورا بعضه سهل، ما بياخدش معايا اي حاجة. قطعت الخضرة، بعد ما قطعتها صغير كده هحطها كمان عليها هي والطماطم. اللحمة بقى، هنا في غلطة عملتها ما تعملهاش انتي. المهم الاول هقولك كده على التوابل. حطيت معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من بهارات الحواوشي، نص معلقة من الفلفل الاسمر، معلقة مليانة كده من الملح. دي كل البهارات اللي حطيتها. هنا زي ما قلت لك ما تحطيش الطماطم غير لما تنعميها في الكبه. بصي بديها وش تاني في الكبه، لكن حطيت الطماطم. فالميزه في الكبه بتاعتي الحمد لله ان هي ما بتعصرش الحاجه قوي. لكن انتي ما تحطيش الطماطم غير بعد ما بترجعيها كده في الكبه تاني. بحب احطها في الكبه تاني لان بتنعمها، بتخلي كله كده يندمج مع بعض. خلاص دي الخلطه بتاعتي خلصتها. هاجي بقى للعجين. اهم خطوه هنا ان انت تسيبيه يرتاح في المرحله دي بعد ما بتعملي الكور. شايفه ده اللي بيساعدني ان هو بيتفرد معايا ولا بيتقطع ولا في اي حاجه. ولو اتقطع منك كمان مفيش مشكله. شايفين الخلطه بقت عامله ازاي كده؟ مظبوطه قوي. هتبداي تاخدي وتحطي كده في النص زي ما بعمل كده بالظبط. وكمان الزيتون بيديله طعم حلو. بعد كده هتشدي وهتفردي. شايفه اهو اي شكل بقى، المهم ان انت تلميها كويس على بعضها. خلاص بعد كده هسيبها ترتاح. يعني ممكن اعمل لو ايدك سريعة اعملي 5 في 5 زي ما بعمل وبولع. بعد كده البوتاجاز. ايدك مش سريعة بلاش تسيبيه كتير قوي، عشان لو سبتيه ارتاح وجيتي شلتيها هيتقطع منك. اهو بعد ما فردت بحط كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده الزيتون وببدأ افردها. يعني انت حاولي شدي من الحروف زي ما بعمل كده. المهم ان انت تشدي الحروف كويس علشان ما تعملش اي تكتلات. بس بالشكل ده كده عملت 5. وبعد كده رحت ولعت البوتاجاز وشغلت، يعني انا ايدي عشان اخد عليه سريعة. حطيت كمان جريل تاني، يعني حطيت طاسة كمان مع الجريل. خلاص كده بعد ما عملت الكمية ديت زي ما قلتلك ما سيبهمش كتير. برجع افردها. بصي فردة كده صغيرة قبل ما تحطيها على الجريل. هحط الجريل. يعني انا قلت هنا في زيت كتير فمش هحط، لا لقيت ان انا مش مستخدمه زيت كتير ولا حاجه. فبعد كده انت حطي في الطاسه زيت، وانا دلوقتي هحط في الطاسه كمان زيت. هتولعي النار، خليها مش عاليه قوي ولا هاديه قوي، خليها وسط. شايفين هنا دي بدأت تقب معايا كمان. اخده بقى الرسمه بتاعت الجريل هنا لما لقيتها مش يعني محتاجه زيت حطيت لها زيت. انت في كل مره بقى حطي زيت. بس كده شايفين. وقلبيها بقى على الجنب التاني، بس طلعيها على، يعني ما تطلعيش على الصينيه كده، طلعيها على فوطه نضيفه عندك بتاعه المطبخ وطلعي عليها. علشان اول ما طلعتها اول 2 حسيت ان هم عرقوا كده على الصينيه، ويعني لقيتهم طروا. فانتي طلعيها على اي فوطه موجوده عندك، ما تطلعيش كده. هنا بقى حسيت ان ايدي خلاص اخدت، وبعمل بسرعه شغلت كمان الصينيه. والنور هيقطع للاسف عليا. يعني انا وريتكم المهم ايه، ان انت في كل مره بتقلبيه كده. هسيبكم بقى، متأسفة على الإزعاج اللي إياد عمله لكم النهاردة. خلاص خلصت. النور قطع. يعني انتوا شفتوا كده اول ما النور قطع كنت لسه في البدايه، يعني كنت لسه شغاله، ولكن النور قطع قلت لو لحقني يعني. لكن انا وريتكم المهم يعني. بصوا الجمال عامل ازاي، شايفين السوا بجد تحفه. مش بياخد منك اي مجهود ولا اي وقت، لكن بيهد حيلك. يعني حاسه ان ظهري مش قادره من كتر الوقفه. هو بحب اعمل كل حاجه وانا واقفه، لكن بجد يعني كله ورا بعض وانا واقفه. وكمان معايا استاذ اياد فظبطني النهارده. فخلصت بقى قبل ما النور يعني النور قطع الساعه 4 و9 دقايق بالظبط. جيت الساعه 5 و9 دقايق برضه. كنت شطبت المطبخ زي ما انتم شايفين، غسلت كل اللي ورايا بقى وكنت خلصت. ما اخدش مني حاجه. شايفين الجمال عامل ازاي؟ كله مظبوط، ولا واحده باظت ولا واحده جرالها اي حاجه. وفي ثواني على نفسي كله عملته اهو.
يعني من اول ما عملته وولادي بصراحه حبوه، بقيت اعمله اكتر من حواوشي كمان. ونقطع كده مع بعض واحده. احلى فكره بصراحه تقطيعه المخرطه. عندك بقى كاتشب هتحطي عليه، بصوا بالشكل ده. هتبداي بقى تحطي كاتشب. بجد تحفه. الشكل بقى من جوه. في ثواني هتدخلي المطبخ هتعمليه. مش هياخد منك ثواني وهيطلع تحفه، واولاده كلهم هيحبوه ان شاء الله. يعني بالنسبه لي اسهل من الحواوشي، ما بياخدش وقت خالص معايا وبيتعمل على طول. يلا اشوفكم ان شاء الله على خير. اللي ورا الكاميرا هياكلوني. يلا اشوفكم ان شاء الله على خير. مع الف سلامه. باي.